انتعاشة أفضل من المتوقع للناتج المحلي الصيني بنهاية الربع الأول. نما الناتج المحلي الصيني بدعم من الإنتاج الصناعي الذي رغم تباطؤه على مستوى الأرقام إلا أنه جاء أفضل من المتوقع. بالنظر إلى بيانات الناتج المحلي، نما الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري بواقع 5%، هذا متباطئا من نمو مقابل خلال العام الماضي ب 5.4%، ولكنه جاء أفضل مما كان متوقعا عند 4.8%، وأفضل حتى من القراءة التي كانت عند 4.5% في الربع الأخير من العام الماضي، والتي كانت أسوأ قراءة منذ 3 سنوات. ما الذي نشاهده ونراقبه تحديدا في البيانات الاقتصادية، وما هو المستقبل؟ هيئة الإحصاء الصينية، مكتب الإحصاء الصيني، يقول إن الاقتصاد يواجه بعض الصعوبات مع توقعات بتفاقم حالة عدم اليقين عالميا. في هذا إشارة إلى ما هو مقبل فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الصيني الذي كانت أصلا توقعاته على مستوى أو مستهدفاته على مستوى النمو للعام بأكمله هي الأدنى منذ عقود. أما ما يتعلق بالأرقام الصينية، مبيعات التجزئة والمعضلة التي لا تزال تقع فيها الصين، نمو متواضع لمبيعات التجزئة مقارنة بالتوقعات عند 1.7%. كذلك أيضا الاستثمار في الأصول الثابتة، هناك حالة من التباطؤ نتيجة ضغط من الاستثمار العقاري الذي انكمش بأكثر من 11%، وكذلك أيضا أسعار المنازل الجديدة التي انكمشت بأكبر وتيرة في 10 أشهر. كذلك أيضا لو نظرنا إلى الجانب المقابل، الإنتاج الصناعي هو الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني رغم تباطؤ أرقامه أو الأرقام المتعلقة بالنمو إلى 5.7%، إلا أنها جاءت أفضل مما كان متوقعا، بالإضافة أيضا إلى أن البطالة سجلت أعلى مستوياتها في 13 شهرا بالنسبة لاقتصاد الصين. إذن اقتصاد الصين تفوق على التوقعات، ويبقى السر في الإنتاج الصناعي، وتبقى المعضلة قائمة في الاستهلاك المحلي. في الأسواق الآسيوية المكاسب جاءت شبه جماعية بالنسبة للمؤشرات، واليابان تسجل مستوى قياسي جديد على مستوى مؤشرها 59,500 نقطة، أعلى مستوى في تاريخ مؤشر النيكي 225. كوسبي الكوري الجنوبي أيضا يواصل الارتفاعات مع مكاسب للأسهم الصينية في ختام تداولات هذه الجلسة. نحلل ذلك مع أحمد أسامة المحلل المالي في إيفست للتداول. أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا. نقيم أرقام الصين والبيانات الصينية، تباين واضح في الأرقام، أرقام بعضها سلبي، ورقم الإنتاج الصناعي الوحيد الذي تجاوز التوقعات. مساء الخير كريم، وشكرا جزيلا على الاستضافه. يمكن بالفعل احنا عندنا تناقض واضح في البيانات الاقتصاديه اللي صدرت عندنا من الصين خلال اليوم، لكن يعني التناقض بيوضح لنا حاجه مهمه جدا، وهي فكره ان احنا عندنا خلال الفتره الاخيره او خلال الربع الاول من عام 2026 الانتاج يعتبر جيد جدا وعمليات التصنيع تعتبر جيده جدا، لكن ما زال عندنا المشكله الرئيسيه في الصين خلال الفتره الاخيره، وهي مشكله المستهلك الصيني، وده اللي واضح بشكل كبير جدا في مبيعات التجزئه. الصين ما زالت عندها مشكله كبيره جدا في الشأن الداخلي بالنسبه للمستهلك، المستهلك عنده مشاكل كبيره خلال الفترات الاخيره بتمنعه ان هو يستهلك بصوره كبيره بالرغم من عمليات الدعم الكبيره اللي شفناها. يمكن النقطه الرئيسيه او الحاجه اللي انا شايف النقطه الرئيسيه خلال الفتره الحاليه هي فكره طبعا عمليه التخوف من الاحداث الجيوسياسيه الموجوده معانا. المستهلك الصيني هو قادر ان هو يصرف فلوس بشكل كبير، لكن الازمات الحاليه بتخليه متردد بصوره كبيره جدا. النقطه طيب الثانيه والاساسيه هي أحمد، فكره الازمه. طب إذا كانت الصين لديها مشكلة في الاستهلاك المحلي وكانت تعتمد على فكرة التصدير، أصبح التصدير فيه مشكلة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وعبر المرور، كيف يؤثر ذلك على نمو الاقتصاد؟ بالظبط، هو ده التحدي القادم بالنسبه للصين، ان احنا كان عندنا التصدير يعتبر جيد جدا بيساعد في حل الازمه الداخليه، لكن الوقت ده بقى عندنا مشكله سواء في التصدير او مشكله ازمه داخليه، وبالتالي الصين الفتره الجايه من الطبيعي جدا ان احنا لو استمرينا في الازمه الحاليه فمعدلات النمو المتوقعه خلال النصف الثاني من عام 2026 هي هتقل بشكل كبير، فبالتالي هم هيحاولوا ان هم يخلقوا فرص جديده خلال الفترات اللي جايه يشجع بها المستهلك الداخلي، وفي نفس الوقت يشجع طيب، بها او هيعتمد على قطاع السياحه بشكل كبير. خلينا ننتقل من الصين إلى أستراليا سريعا. ما يتعلق بتوقعات النمو، توقعات النمو شهدت ارتفاعا لأعلى مستوى منذ عام 2022 5.9%. إلى أي حد تعتقد تأثير ذلك على البنك المركزي الأسترالي؟
يمكن الأهم بالنسبة لنا بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي في الوقت الحالي هي أزمة التضخم الموجودة معاه، هو عنده نمو بيرتفع بشكل جيد خلال الفترات الأخيرة، لكنه مضطر إن هو يكون عنده سياسة تشديدية قوية، إحنا التضخم بالفعل هو مرتفع في أستراليا، وجاءت صدمة أسعار النفط ساهمت في ده بشكل كبير جدًا، وبالتالي لو استمرينا على نفس الوضع الحالي التضخم قد يصل بنا لمستويات ال4.5%، وبالتالي يكون المركزي الأسترالي مضطر إن هو يستمر في رفع مستويات الفايدة أو في التشديد خلال الفترة الجاية، بالرغم من إن ده هيكون ضرب بالاقتصاد، وبالتالي مهم. أستراليا بالنسبة لوضعها الحالي وبالنسبة لبياناتها الاقتصادية الحالية قد تكون إحدى الدول المرشحة أو أوائل الدول المرشحة إن هي تدخل في ركود تضخمي في الفترة القادمة إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة الحالية. شكرا جزيلا أحمد أسامة المحلل المالي في إيفست للتداول. شكرا. وشكرا لكم على طيب المتابعة. نهاية فقرة الأسواق الآسيوية.